مين فينا ما عندوش حاجات كتير يعملها كل يوم؟ خصوصا الأمهات أو كل الناس، كل واحد عنده حاجات كتير قوي يعملها كل يوم. في بقى كلمة من الكلام اللي انت هتقوله لنفسك بخصوص الحاجات الكتير اللي وراك اللي انت تعملها، هتهون عليك قوي الحاجات دي وهتديك طاقة، وهتديك كده قوة ان انت تعمل الحاجات دي. على عكس بقى الكلمة التانية اللي لو انت قلتها هتخليك ما عندكش طاقة، وهتخليك مش قادر، وهتخليك بتعمل الحاجة اصلا بالعافية وبتزق نفسك عشان تعملها. الفرق في كلامنا لنفسنا في الحاجة دي هما كلمتين: have to و get to. هنشيل كلمة have to ونحط بدلها كلمة get to. الكلام ده من كتاب Atomic Habits. كلمة have to، أنا لما أقول أنا لازم أعمل كذا 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 كذا، انا لازم اعمل ده، انا لازم اوصل ولادي التمرين، انا لازم اروح مثلا لماما، انا لازم اعمل الحاجات اللي ورايا، انا لازم اعمل كذا. بنرهق نفسنا وبنتعب نفسنا وبنحط حمل على نفسنا ان احنا مضطرين، فبالتالي بنفضل نقاوم ونجاهد في نفسنا عشان احنا نعمل الحاجات دي. انما العكس، لو احنا قلنا get to، يعني انا عايز اعمل الحاجات دي، او انا ورايا مثلا واحد اتنين تلاتة محتاجة ان انا اعمله بدل ما انا لازم اعمل الحاجة دي، هنحس بحرية، هنحس بان احنا مختارين ان احنا اصلا نعمل الحاجات دي. وكمان مش هيبقى فيه مقاومة كبيرة مننا لنفسنا عشان نعمل الحاجات دي. يبقى هما كلمتين، بدل ما اقول انا لازم اعمل كذا كذا كذا، لا اقول انا عايز اعمل كذا كذا كذا، انا ورايا اعمل كذا كذا كذا. هشيل have to واحط بدلها get